السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم بي كوين، استكمالا لسلسلة أفضل أنواع التلاجات اللي قلنا هنتكلم عنها الأسبوع ده، وممكن تمتد معانا لنص الأسبوع اللي جاي. اتكلمنا عن أفضل موديل في تلاجات فريش، لسه منزل الحلقة امبارح، كنت عامل حلقة سابقة إيه الأفضل، تلاجات وايت ويل ولا تلاجات شارب. النهاردة بقى حلقتنا هنتكلم عن أنه الأفضل، تلاجات تورنيدو العربي ولا تلاجات فريش بشكل عام. هنتكلم على مميزات دي وبرضه عيوب دي وعيوب دي، وهقول لكم في نهاية الحلقة رأيي الشخصي في التلاجتين وأنه أفضل فيهم. طبعا قراري ده بيكون بناء على آراء الناس اللي استخدموا التلاجتين، ولسه بإذن الله معانا حلقات كتيرة جدا جاية الفترة الجاية عن كل الأجهزة المنزلية. فلو أول مرة تشوفنا انزل تشترك في القناة وفعل زر الجرس يوصلك كل حاجة جديدة. احنا قناة مهتمة بالأجهزة المنزلية، فلو حد عايز ياخد أي فكرة عن أي منتج قبل ما ينزل يشتريه يسيبنا في التعليقات واحنا هنرد عليه على طول، أو يتواصل معنا من خلال صفحتنا اللي موجودة في صندوق الوصف عن طريق الفيسبوك. ولو في حد عايزني أعمل ريفيو عن منتج معين برضه يتواصل معنا. في كمان مفاجأة بتقدمها قنوات بي كوين لكل الناس اللي عندها محلات أو معارض. لو في حد حابب يعمل إعلان عندنا على القناة أو أنا أنزل أصور عنده في المحل يتواصل معنا. الموضوع ده مجاني طول شهر 9، والموضوع ده متاح بالنسبة لنا احنا في محافظات الاسكندرية والقاهرة والجيزة، وكمان كفر الشيخ وكفر الدوار والبحيرة، كل ده بيكون مجانا. كل اللي عليك بس تتواصل معانا على الرقم اللي هيظهر جنبي دلوقتي على الشاشة، ونظبط مع بعضينا كل التفاصيل. فيلا بينا عشان ما نطولش عليكم ونشوفوا معانا ايه النهارده. هنبدأ معاكم دلوقتي بقى بمميزات تلاجات فريش. أول ميزة معانا بالنسبة لتلاجات فريش هو تنوع الأحجام والأشكال. يعني 355 لتر هتلاقي، 369 لتر هتلاقي، 397 لتر هتلاقي، في أحجام كتيرة جدا بتوصل معانا لحد 550 لتر. اتكلمت في حلقة امبارح عن ايه أفضل موديل في تلاجات فريش، لو عايزين تعرفوا خدوا لفة في القناة وانتوا بتشتركوا هتلاقوا حاجات كتير جدا عن التلاجات مش فريش بس. تاني ميزة معانا في تلاجات فريش هي الإضاءة الداخلية، بتكون مصنوعة من الليد، بتكون مكونة من 12 وحدة إضاءة عشان تنور التلاجة كلها، وكمان بتكون موفرة في الكهرباء. الفلتر الداخلي في التلاجة بيكون بلازما ايونايزر، دي بتكون 4 أضعاف البلازما العادية، يعني الأكل هيفضل معانا صحي لفترة طويلة جدا، مفيش ولا بكتيريا ولا أي مشاكل. وكمان بيكون منقي للهواء ومفيش روايح للأكل. الأرفف بتكون سهلة جدا في الطلوع والخروج، مصنوعة من الإزاز، بيكون مقاوم كويس للحرارة وللكسر. بس الكلام ده بيكون مش موجود في كل الموديلات، فلازم تتأكد كويس من البياع ان الإزاز ده بيكون مقاوم للحرارة والكسر ولا لا. طبعا بتكون شغالة بخاصية النو فروست اللي هي مش بتكون أي تلج. مميز في ثلاجات فريش انها الموتور بتاعها مش بيصدر أي صوت ولا بيعمل أي إزعاج، وكمان بيكون اعلى كفاءة للطاقة واقل استهلاك للكهرباء. صانع التلج اللي بيكون في الديب فريزر بيكون قابل للفصل، يعني ممكن تشيليه خالص من الفريزر، طبعا ده عشان يدي معاكي مساحة خصوصا لو التلاجة صغيرة. خامات التصنيع بتكون كويسة لحد ما مناسبة مع سعرها، بيكون في اكتر من تصميم يناسب جميع الاذواق وجميع الديكورات. بيكون في شاشة ديجيتال، من غير شاشة ديجيتال، في حاجات فيها ديسبنسر خارجي، في موديلات فيها بلوتوث، ومعانا كمان ضمان لمدة 10 سنين. ده كده بالنسبة لأبرز مميزات تلاجات فريش. نيجي بقى نتكلم معاكم شوية عن العيوب اللي بتظهر في التلاجات دي. أول عيب معانا هي تكلفة قطع الغيار والصيانة بشكل عام. تاني عيب معانا إن جودة التبريد بتقل كتير جدا في فصل الصيف، بسبب إن درجة الحرارة الخارجية بتأثر على قوة التبريد. وللأسف في بعض الشكاوى من الموديلات اللي هي بتكون صغيرة في اللترات من تسريب غاز الفريون، فبتحتاج تتشحن كل فترة مش طويلة. كمان الجناب التلاجة بتسخن بسهولة، كل ده بيحصل في فصل الصيف. وفي بعض الشكاوى ان التلاجة احيانا بتسرب مية، وللأسف قابلية الأرفف للكسر، يعني لو الرف وانت بتنضفيه لو وقع منك او اتخبط خبطة صغيرة فبيتكسر. أسعار التلاجة بتبدأ معانا من أول 17,000 جنيه، بتوصل طبعا زي ما انتوا عايزين، ممكن توصل معانا لحد 30,000 جنيه مثلا، على حسب الموديل وعلى حسب الإمكانيات. ده كده بالنسبة لكل التفاصيل عن تلاجات فريش. نتكلم بقى معاكم عن تلاجات تورنيدو، وهقول لكم في نهاية الحلقة ايه الأفضل فيهم. نبدأ معاكم بمميزات تلاجات تورنيدو. تلاجات تورنيدو بيكون فيها فلتر إلكتروني اسمه اي جي نانو، تقريبا في نفس مستوى الفلتر اللي موجود في تلاجات فريش، بيمنع البكتيريا تتكون على الطعام وبيمنع الروائح الكريهة، فبالتالي بيحافظ على الطعام لأطول فترة ممكنة. بتشتغل بخاصية الهايبر كولينج، دي حاجة كده زي التبريد السريع، وبتمنع الرطوبة تأثر على الأكل، فبالتالي بيديله فترة أطول صحي.
والخاصية دي مش موجودة في تلاجات فريش. مصممة بنظام الفصل الاوتوماتيكي عند فتح باب التلاجة او كمان الديب فريزر، فده بيوفر معانا كتير جدا في الكهرباء. بتتميز تلاجات تورنيدو بمتانة التصنيع والخامات العالية، في الحقيقة بتكون اعلى شوية من فريش في التصنيع، على عكس تلاجات فريش اللي هي بتتأثر شوية بالمناطق الحارة. فتلاجة تورنيدو بتدينا تبريد عالي جدا في المناطق الحارة، يعني كفاءة التبريد في الشتاء هي في الصيف. طبعا التلاجة بتكون نو فروست، صوت الموتور بيكون هادي جدا، بس فريش تتفوق في الحتة دي اكتر من تورنيدو بالنسبة للصوت والازعاج. التصميمات تقريبا شكلها كلها واحد، مفيش اي اختلاف او مفيش اي ابداع، على عكس ثلاجات فريش ان في اكتر من تصميم واكتر من شكل. برضو بتكون اعلى كفاءة واقل استهلاك للكهرباء، الرمز A زي ثلاجات فريش. بالنسبة لفترة الضمان فبرضو بتوصل ل10 سنين زي ثلاجات فريش. ده كده بالنسبة لأبرز مميزات ثلاجات تورنيدو بشكل عام. نتكلم برضو معاكم عن عيوبها، وهقول لكم برضو في النهاية ايه الافضل فيهم وليه. اول عيب معانا في ثلاجات تورنيدو ممكن ما يكونش عيب مؤثر لجميع الناس، الا ان الثلاجة بتفتقر شوية للابداع. يعني مثلا مفيش موديل بلوتوث زي ثلاجات فريش، مفيش تصميمات جذابة زي ثلاجات فريش، تحس انها اسطمبة واحدة كده شكل واحد. بالرغم ان شركة تورنيدو قالت ان الازاز غير قابل للكسر، لان مع الاستخدام الازاز لو اتخبط خبطة جامدة بيتكسر. بالنسبة لخدمة ما بعد البيع فالخدمة بتكون كويسة، بس للأسف قطع الغيار بتكون مش موجودة، على عكس ثلاجات فريش اللي حتى لو فترة الضمان خلصت فبتلاقي قطع غيارها في الأسواق. في الحقيقة دي بس كده أبرز عيوب ثلاجات تورنيدو. مفيش عيوب تاني؟ أيوه مفيش عيوب تاني. طيب ايه الافضل بين التلاجتين، فريش ولا تورنيدو؟ فانا ارشح لكم بشده تلاجات تورنيدو العربي، لان خامات التصنيع بتكون كويسه جدا اعلى من فريش، والتقفيل برضو بيكون كويس جدا، وفي الحقيقه جوده التبريد بتاع التلاجة والديب فريزر اعلى من فريش. اي تلاجة بيكون فيها عيوب ومميزات، بس تلاجات تورنيدو العربي مشاكلها اقل شويه من فريش. ولو في حد عنده التلاجتين يستخدمهم وفي عيوب ظهرت انا ما قلتهاش يقول لنا تحت في التعليقات بحيث كلنا نستفيد. اسعار تلاجة تورنيدو بتبدا معانا من 22000 جنيه، طبعا زي ما انتوا عايزين بقى بتوصل لحد 40000 جنيه على حسب الموديل وعلى حسب الامكانيات. في نهايه الحلقه تلاجات تورنيدو افضل من تلاجات فريش. وبكده نكون خلصنا معاكم حلقتنا النهارده، يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها، واشوفوا حلقات جايه كتيره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيكوين مش بس متخصصة في مراجعة الأجهزة المنزلية، لا وكمان متخصصة في العناية بالشعر والبشرة. بنعمل تركيبات لجميع مشاكل الشعر. التركيبة مكونة من زيوت طبيعية وفيتامينات معالجة، والنتيجة مضمونة بنسبة 100%، وده مش رأينا احنا، ده رأي كل اللي استخدموا تركيباتنا. تواصلوا معانا خلال الواتساب وقولنا مشكلتك واستلمي المجموعة المناسبة لشعرك. خصم خاص على مجموعة الهير ماسك لجميع عملاء بيكوين.